Schild links abbiegen auf مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. بلشنا يومنا ببيت حماي، وبما إنه بلشت تطلع الشمس وصار الجو حلو بألمانيا عزمونا على مشاوي بالحديقة عندهم. الله يعطيهم العافية ويجزيهم الخير على هالجمع. فعلا بس تطلع الشمس النفسية بتتغير وبتحسوا بالفرق. وهون صورت لكم هيك لقطات ونحن عم نجهز المشاوي. ماريا، وهون الشيش كان استوى وحطوه على جنب لحتى يخلصوا باقي الكمية، بس أنا طبعا ما قدرت أقاوم المنظر. أخدت لي وحدة هيك سخنة والطعمة كانت كتير بتشهي، وعن جد الطعمة غير لما تطلع فورا من المنقل. وقبل ما تشوفوا السفرة بدي أحكي لكم عن سر نكهة المشاوي عنا. هاي الزبدية اللي فيها توم وحامض وزيت زيتون كتير طيبة، مشان هيك المشاوي تلكوها فيها. وكمان رغيف دبس الفليفلة وزيت الزيتون مع سلطة البقدونس والبصل، هاي التفاصيل أساسية. وهاي السفرة صارت جاهزة ما شاء الله، بتفتح النفس. الله يعطيهم العافية ويسلم دياتهم يعني. وهيك خلصنا يومنا ببيت حماي وانبسطنا كتير بجمعتهم. وبيوم تاني بما انه الجو هيك لساته بجنن والشمس مشرفة، قررنا ما نضيع الوقت ونطلع مشوار جديد لعند قرايبينا. شوفوا الأجواء كيف كانت قبل ما ننطلق. وطبعا مشان لأنه كان المشوار شوي طويل وقفنا عند ماركت أو كازية لحتى هيك نشتري مشاريب نشربها على الطريق. طبع ديابة والله ما غيرت. لا يومي يخلص ولا يوم إلا عايش الحب أيام والوعد. بلش شو مهضومة يا حبي يا عمري خليك حادي، بدي انا شو بدي انا غيرك ما بدي. شو مهضومة يا حبي يا عمري خليك. in einem Kilometer links abbiegen auf Eichenplätzchen. Links abbiegen auf Eichenplätzchen. Schild links abbiegen auf Altenberger Domstraße. وهون أول ما وصلنا لعندهم قعدنا ارتحنا شوي، وبعدين هي الله يعطيها العافية كانت مجهزة الأكلات وصرنا هيك نقول فيهم للطاولة. بعدين هون قرروا يكبروا أو يفتحوا الطاولة. عذبنا. شو سويتي؟ او الكورنيش شفتوا شيء؟ لا خلص بقى. الثواني شوف. لا تحت المحاط. جيبي امجد احمر. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. ليك هلا هيك رجية زبطها.
شوفوا ما شاء الله على هالسفرة اللي بتفتح النفس، الله يعطيه العافية. هون كانت عاملة معكرونة بالقريدس والبيستو، وكمان مقلوبة بباذنجان والدجاج. أول شي بلشت فيه هو المعكرونة بالبيستو والقريدس، كانت أول مرة بجربها وكان كتير طيب. وبعدين حطيت من المقلوبة، الله يعطيه العافية، كان الأكل كتير بشهي وطيب. وبعد الغدا الرجال طلعوا قعدوا بالبرندة، وهيك كل واحد حمل ابنه، ونحن قعدنا جوا عم نشرب الشاي ونحكي. بعد الرجال قرروا ينزلوا يتمشوا ويغيروا جو، فنحن استغلينا الفرصة وانتقلنا وقعدنا بالبرندة. وهيك بعدين جابت لنا بوظة وقعدنا وأكلناها هيك بالأجواء الرايقة. عن جد كانت قعدة كتير حلوة. وبعدين بلشت سهرتنا الحلوة، هيك حطت لنا تسالي ومقرمشات من شيبسات ومكسرات، وطبعا الإدمامي، وقضيناها حكي ودردشة. وبتعرفوا لابد من سهرة نص الليل، فغرت الأندومي، فقمنا ساوينا نوعين، نوع عادي للي ما بيحب الحد، ونوع سبايسي للي بيحبوا الحد. وصورت لكم إياها، وبصراحة كانت أمتع فقرة بالليلة. وعلى فكرة هذا الاندومي الحاد أنا منزلة وصفته بالقناة، للي بيحب يشوف الطريقة راح أترك لكم الرابط تحت بصندوق الوصف. وهون صرنا بتاني يوم الصبح، بلشنا بالقهوة وهيك قعدنا ندردش شوي لحتى يصير الفطور. قل له هي الناس بدي اروح بدي اكل محل الشاورما هون، خلص صندوق الشاورما عنده مشي له هناك الفلافل. وبعدها قعدنا على الفطور المرتب، الله يعطيها العافية يا رب. هذا شاحن بالشهر تليفون. وهون صار وقت نودعهن ونرجع على بيتنا بعد ما قضينا أوقات بتجنن ومليانة دفى. لهون حبايب قلبي بيكون وصل فلوج اليوم لنهايته. بتمنى يكون عجبكن وعشتوا معنا هاللحظات الحلوة. لا تنسوا تدعموني باللايك والاشتراك بالقناة، وبشوفكم بالفيديو الجاي. سلام.